السلام عليكم، اهلا بكم يا حبايبي. فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل فيه البليله من اول ما هتبقى لسه قمح لحد ما هتبقى بليله، وبليله كمان باللبن، وازاي هنعمل العاشوره بكل سهوله. وان شاء الله الفيديو ان شاء الله يعجبكم. معانا كيس من القمح او من الغله، هفضيه طبعا مش هاخده كله، لان البليله يا حبايبي او الغله او القمح لما بيتحطوا في المية طبعا بيتضاعف حجمها. هنقيها كويس واحطها في المية من بالليل لحد الصبح. طبعا كل ما تنقعيها مدة اطول كل ما هتستوى معاكي بسرعة. شايفين ده شكلها. هنقيها واغسلها كويس. ده بقى يا حبايبي حطيتها خلاص اهو على النار. طبعا المية الاولانية دي اول غلوة بنرميها لانها مش صالحة ولا للاكل ولا للشرب. هحط مية نظيفة طبعا وغليت معايا، وهنا كمان كانت استوت. وده كان شكلها. طبعا اللي حابب يشرب البليلة كده بالمية بتاعتها من غير لبن او اي اضافات طبعا يشربها، حلوة قوي ومفيدة، وبتساعد كمان على الحصو بتاع المرارة انه ينزل طبيعي. هنا كمان ضفت اللبن للي حابب كمان يشرب البليلة باللبن اهو بالشكل ده كده. اضيف له كمان السكر، والسكر حسب الرغبة، عايزاه حلو عايزاه عادي برضو براحتك، ده يرجع لك انتي. خدت شوية برضو للي حابب يشربها كده باللبن. وهنا بقى هنعمل العاشورة. طبعا هنا بقى يا حبايبي اللبن غلي معايا، هنضيف له كوباية من اللبن. معايا اهو النشا، ومعايا كمان معلقة كبيرة من الكريم شانتيه. هضيف النشا للبن اهو، دول 4 معالق صغيرين او معلقتين كبار، وهدوبهم كويس اهو بالشكل ده كده. وهضيفهم للبليلة بتاعتي وهي على النار. طبعا هدوب، شايفين القوام تقيل ازاي اول ما نزلت بالنشا. هنزل كمان بمعلقة الكريم شانتيه، هقلب اقلب اقلب اهو. وهنا كانت خلاص بقى طفت عليها، قوامها تقيل اهو. لا هنا لسه يا حبايبي ما طفتش عليها. هنا استنيت بقى لما النشا غلي معايا عشان طبعا يستوي اهو. شايفين بدأ يغلي معايا كده بقى، النشا استوى خلاص مع اللبن ومع البليلة. هنا بقى اللي كنت طفيت عليها النار خلاص، وحطيت لها رشة من الفانيليا عشان يبقى ريحتها حلوة. طبعا حابة بقى انت تضيفي جوز الهند، زبيب، المتاح عندك انت وراحتك. هنا كنت خلاص بقى حطيتهم في الأطباق اهو بالشكل ده كده، والتزيين ده يرجع لك انتي. شايفين بقى البليلة وجمالها يا حبايبي. هنا ضفت كمان زبيب وجوز الهند وكمان سوداني، فول سوداني. طبعا المكسرات بقى اللي انت حابة تحطيها. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ هنا بقى كنت بزين بقى الأطباق بتاعة العاشورة. شايفين العاشورة أسهل منها مفيش حاجة، سهلة وبسيطة ومغذية وحلوة وصحية، وتعتبر وجبة مشبعة وكلها طاقة وحلوة أوي لو هنديها لأولادنا، تعتبر وجبة كاملة. ايه رأيك بقى في الجمال ده؟ لو وصلت لحد هنا متنسينيش بقى في اللايك والشير، وفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واللي لسه مشتركش في القناة ياريت ينورني، وجودكم هيسعدني خالص. شايفين الجمال ده؟ كمان البليلة يا حبايبي في ناس بتضيفها على الفول. شايفين الجمال؟ شايفين القوام الكريمي ده؟ والله ولا أروع حاجة كده تشهي، وحاجة بسيطة وسهلة ومغذية وكلها فيتامينات ومعادن،
وبتحارب السمنة، يعني مش قادرة أقول لكم كل فوائد القمح. حاجة سهلة وبسيطة وعملناها في البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. أشوفك في فيديو جديد وأقول لك السلام عليكم.